تخيل تمشي في الصحراء وما تشوفش غير رمل، لكن واحد من البدو يبص للأرض ويقول لك عدى من هنا راجل ومعاه جمل ومن شوية كمان. ازاي عرف كل ده؟ زمان في سينا كان في راجل بدوي معروف بمهارته في قياس الأثر، يقدر يقرأ الأرض كأنها كتاب مفتوح. في يوم واحد فقد جمله في الصحراء وكانت الدنيا كلها شبه بعض، مفيش أي دليل. البدوي بص على الأرض شوية وشاور على أثر خفيف جدا وقال الجمل ده ماشي من هنا، وكان تعبان وكمان شايل حمل تقيل. الناس استغربت، ازاي عرف من أثر بسيط كده؟ الحقيقة إن قياس الأثر مش سحر، ده علم وخبرة. شكل القدم، عمق الأثر، المسافة بين الخطوات، اتجاه الرياح، كل ده بيحكي قصة. وبالفعل مشوا وراه ولقوا الجمل في نفس المكان اللي وصفه بالظبط. المهارة دي كانت زمان أساسية في حياة البدو، في السفر وفي البحث وحتى في معرفة الغريب من الجريب. لكن دلوقتي قليل جدا اللي لسه بيعرف يقرأ الأثر. تفتكروا لو شفتوا أثر على الرمل تقدروا تعرفوا مين اللي عدى، ولا الموضوع محتاج خبرة سنين؟